بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وياكم اليوم أول درس من دورة البرمجة بلغة الفيجوال بيسك، اللي هي من تقديم أخوكم مستر ضياء الحسين حميد الدلفي. راح نبدي بهذا الدرس نتعلم بعض أوليات عن البرنامج، ونتعلم كيفية الدخول للبرنامج، كيفية التعاون مع البرنامج والقواعد. نفتح البرنامج. طبعا هنا استندر EXE اللي هو مشروع جديد. طي اوبن، نجي نشرح يعني قوائم البرنامج، تعرف على البرنامج، طبيعة البرنامج. عندنا شريط العنوان اللي هو التوتال باك، هذا أول شريط فوق هنا، بروجكت مايكروسوفت فيجوال بيسك ديزاين. هذا الشريط يظهر أعلى الشاشة، الذي يبين داخله اسم المشروع بالصيغة التالية، قلناها بروجكت مايكروسوفت فيجوال بيسك ديزاين. ترجمتها حالة البرنامج، مرحلة تصميم، اسم البرنامج أو اسم المشروع. نجي شريط القوائم اللي هو المنيو بار، هذا شريط القوائم وفيه 13 قائمة، كل قائمة تحتوي لنا على أوامر، يعني مثل فايل، إديت، فيو، بروجكت، فورمات وإلى آخره. هاي 13 قائمة، كل قائمة تحتوي لنا على عديد من الأوامر. وعندنا شريط الأدوات اللي هو التوتال بار، هذا شريط من الأدوات، كل أداة لها خاصية ولها وظيفة نتعرف عليها بدروس لاحق. عندنا نافذة المشروع اللي هي بروجكت ويندو. نافذة المشروع بروجكت ويندو توضح هذه النافذة بشكل افتراضي في القسم الأيمن من نافذة البرنامج اللي هي هاي. لاحظ هنا تكون على شكل شجرة هرمية تبين أسماء النماذج والبرامج الجزئية التي تكون منها المشروع. عندنا نافذة الخصائص اللي هي بروبرتيز ويندو. نافذة الخصائص هذه اللي يصير أسفل نافذة، أي بها أدوات. قلنا كل أداة أو كائن يتكون من النموذج له مجموعة من الخصائص والصفات التي يتم من خلالها التعرف على الكائن، ومن خلالها يتم التحكم بالكائن من حيث المظهر والشكل والموقع واللون وغيرها من الخصائص نقدر نتحكم بها. هنا عندنا فورمات اللي هو فورم، هذا اسم الأداة أو اسم الكائن اللي احنا جاي نصممه من خلال هذا الديزاين مالته. عندنا هنا اللي هي فورم 1 اللي هي خصائصها اللي راح نتعرف عليها، طريقتها 3D، النيم مالتها، عندك الباك كلر، اللون مالتها، الديزاين مالتها، يعني كل شيء خصائص نلقاها في هاي القائمة. عندك هنا نتعرف على يعني فد أمور عامة عن البرنامج. مثلا يواجهنا سؤال يقول ما هي الخاصية؟ What is project property؟ نجي الخاصية شنو؟ الخاصية معناها الكائن، الصفة التي تحدد أو تؤثر على شكل هذا الكائن. الخاصية هي الصفة التي تحدد أو تؤثر على شكل هذا الكائن ومظهره وموقعه وعمله. فالنموذج مثلا يعد أحد الكائنات في لغة فيجوال بيسك، وهو يملك خصائصا معينة التي تحدد عنوان النموذج، أو الخاصية باك كلر تحدد لون أرضية أو خلفية، وهذا النموذج ولكل خاصية من خصائص أداة أو عنصر قيمة يتم من خلالها التحكم بهذه الخواص، وبالتالي فكل خاصية لها وظيفة وتشترك من العديد من الأدوات التي نستخدمها في الفيجوال بيسك من الخصائص، مثل ايش؟ مثل النيم اللي هو الاسم، الويدث العرض والارتفاع هايت، وغيرها من الخصائص.
عندك نافذة صندوق الأدوات تول بوكس ويندو، تحتوي هذه النافذة صندوق من الأدوات العديد على الإيقونات تمثل كل منها وظيفة، وتصنف هذه الأداة على البرنامج. احنا على هاي نحكي، يعني هذا صندوق بأدوات، كل أداة له وظيفة، يعني هم راح نتعرف عليها إن شاء الله بالتفصيل، ما يغادر هالشي. يعني البرنامج بسيط، هذا الدرس الأول من يمه، تعرفنا على واجهته وعلى الحقول مالته وعلى الأشرطة مالته، يعني يحتاج لنا درس تطبيقي عن بداية البرنامج، وإن شاء الله هذا الجزء الأول راح تستفادون من يمه بعد ما تعرفنا على القوائم وعلى الأدوات اللي بيها. راح ناخذ كل أداة وخاصيتها، وكل خاصية وفائدتها، يعني إن شاء الله راح تستفادون من هاي الدورة، وأتمنى لكم كل الخير والموفقية يا رب بحياتكم. تقبلوا تحياتي، أخوكم الحسين الدلفي، مستر دياب.